عارفين يا جماعة ايه الفرق بين العلاقة الناجحة والعلاقة الفاشلة؟ هو في كتالوج بنشتريه من السوبر ماركت بيقول لنا دي علاقة ناجحة ودي لأ؟ ولا الموضوع كله حظ زي ما حد يشتري بطيخة كده ويقول يا رب تطلع حمرا؟ بس لا، في علامات، في مؤشرات، وصدقني لو ركزت شوية هتعرف من أول أسبوع العلاقة دي رايحة على. تعالوا بينا نكشف بعض أسرار الفرق بين العلاقة الناجحة والفاشلة. في العلاقة الناجحة هي بتقوله أنا زعلانة، فبيسألها ليه حبيبتي أنا عملت إيه غلط. العلاقة الفاشلة هي بتقوله أنا زعلانة، يرد يقول لها طب روقي كده وتعالي كلي معايا بطاطس. الناجحين بيتكلموا عشان يحلوا المشكلة، أما الفاشلين بيتكلموا عشان يطلعوا فيها الغلط في التاني. يعني الحوار عندهم عامل زي ماتش كورة، كل واحد عاوز يجيب جون. تاني فرق في العلاقة الناجحة والفاشلة هي طريقة الاهتمام. العلاقة الناجحة فيها اهتمام بس مش خنقة، أما العلاقة الفاشلة فيها خنقة بس من غير اهتمام. الناجح بيسأل شريكته وصلتي؟ طمنيني عليكي. الفاشل بيسألها برضو بس بيقول لها كنتي فين؟ ما رديتيش عليا ليه الموبايل كان سايلنت؟ الفرق بين السؤال والاهتمام والاتهام بسيط، بس هو بقى اللي بيحدد مصير العلاقة كلها. تالت فرق التقدير. في العلاقة الناجحة كل واحد بيقدر التاني حتى في الحاجات الصغيرة. هي تعمل له سندوتش جبنة يقول لها ايه ده احلى سندوتش كلته في حياتي. انما الفاشلة بقى هي بتعمل له محشي وفتة وكوارع يقول لها الملح بس كان زيادة في الأكل النهاردة. والعكس كمان، في العلاقة الناجحة بيقول لها انتي تعبتي النهاردة، شكلك مرهق قوي، قومي ارتاحي شوية. أما في العلاقة الفاشلة بيقول لها هو انتي لسه قاعدة كده ما عملتيش أي حاجة طول النهار. الفرق هنا مش في الأفعال، الفرق في التقدير. الفرق ان هي مهما عملت انت دايما هتشوفها مقصرة، دايما هتشوفها مش كفاية. رابع فرق بقى طريقة حل المشاكل. في العلاقة الناجحة لما بتحصل مشكلة بيقعدوا يتكلموا، ويا اما حد فيهم يقول وجهة نظره يا اما الاتنين بيعبروا عن وجهة نظرهم، وفي الاخر بيقوموا كل واحد راضي عن المناقشة. اما العلاقة مع الفاشلين حاجة تانية خالص. مع أول مشكلة يكتبوا بوست على الفيس لما الشخص اللي بتحبه يوجعك اتعلمي انك تحب نفسك اكتر، وكل ده عشان هو اتأخر ربع ساعة في الحمام، يعني ما الدنيا ما تهدتش. خامس فرق بقى الإحساس بالأمان. على الإحساس بالأمان ده سنسور العلاقة، ده أهم حاجة في العلاقة. احنا أصلا بنعمل علاقات عشان نعيش في الدنيا واحنا مطمنين أكتر، واحنا مرتاحين أكتر، واحنا كل واحد فينا حاسس إن له ظهر لو وقع في يوم التاني هيسنده. في العلاقة الناجحة بتحس إنك متشاف ومطمن، بتتكلم براحتك، بتضحك، بتغلط، مش خايف من غلطك ده. إنما في العلاقة الفاشلة بتعيش طول الوقت في توتر، لو اتأخرت مشكلة، لو مردتش خناقة، لو ضحكت في مكالمة استجواب رسمي. يعني بدل ما العلاقة تبقى راحة نفسية بقى مسلسل درامي كله حزن واتهامات. من الآخر يا جماعة مفيش علاقة كاملة، بس في علاقة فيها نية إنها تكمل، وفي علاقة فيها نية إنها تخلص. العلاقة الناجحة مش اللي ما فيهاش مشاكل، العلاقة الناجحة هي اللي فيها ناس بتقرر تحل مشاكلها سوا. أما العلاقة الفاشلة فدي اللي كل واحد فيها بيقول وأنا مالي. قولولي في الكومنتات انتوا شفتوا أكتر حد في حياتكم بيعيش علاقة ناجحة عملها ازاي ونجح فيها ازاي، وايه أكتر حاجة قابلتكم، العلاقات الناجحة ولا العلاقات الفاشلة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان عندقات جاية كتير. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.